2019 واحد السنه اللي دازو موراها بزاف ديال السنوات اللي تقريبا هما شي 6 سنين، ولكن ديما غتلقى 2019 هي اللي طالعه في الترند، وضروري غادي تكون سمعتي شي واحد كيقول بلي الحياه تبدلات مورا 2019، اولا الوقت ولا كيدوز دغيا، ولا الحياه وقفات في 2019. وتنتا غتكون لاحظتي بلي من داك العام والوقت كيدوز بواحد السرعه كبيره ما كنقدروش اننا ندركوها كاع. كتكون كتفكر في شي حدث ولا شي نهار باقي ليه مده طويله باش يوصل، ولكن غير كترمج كتلقى بلي داك النهار وصل ودركك دغيا. وفي هذا الفيديو غادي نعرفوا كيفاش بلان 2019 واش بصح الحياه تبدلات مورا داك العام، وغادي نعرفوا علاش مورا 2019 بنادم ولا كئيب وحزين وما بقاش كيحس بالوقت اللي كيدوز بالزربه. وقبل ما نسوا قبل ما نكملوا هذا الفيديو، هذا انستغرام ديالي، كلشي دوزي فولويني تما الا بغيتي تعطيني شي فكره ولا الا بغيتي تدوي معايا، وغادي نحتاجكم تما باش نبقى نتشاور معاكم الى اخره. يلا نكمل. واش فراسكم بلي 2019 دازت عليها 3 سنين؟ بقيت نقول 3 سنين ضربوها في جوج. 2019 دازت عليها 6 سنين وماشي 4. قبل 2019 بعامين خرجت فري فاير. تخيل معايا بلي دازت 8 سنين على هاد اللعبه، وتخيل معايا بلي كورونا ما دازتش عليها 3 سنين ولا 4، لا دازت عليها 5 سنين ونص. 5 سنين ونص. شنو واقع وعلاش الوقت ولا كيدوز هكا بالزربه؟ اولا خلينا نراجعوا ل 2019 شويه ونبداو جايين. كلشي كيقرا عادي، كلشي كيمشي للخدمه، وكلشي عايش الحياه الروتينيه الطبيعيه اللي حنا كنا مولفينها. ولكن فجأة بوم، الصين كتعلن على فيروس كورونا، وبالضبط في 2 مارس 2020 تم الإعلان على أول حالة ديال الإصابة في المغرب. في الأول ما تسوقوش وبقات غادا الحياة عادية بكل بساطة، ولكن في 25 في شهر 5 2020 تم الإعلان وفرض الحظر الصحي في المغرب. وهنا غتبدل ديك الحياة والنمط الروتيني اللي كانوا غاديين بيه الناس. كلشي تسد، مدارس وحمامات وشركات إلى آخره. وهنا بالضبط فين غيبدا العصر ديال الانترنت والتواصل الاجتماعي، واللي بنادم كيقرا في التليفون، كيخدم بالتليفون، الا بغى يسري شي حاجه كيسريها من التليفون. وهنا فين كاين تغيير اللي طرا، وعلاش الحياه تبدلات وما بقاتش كيف كانت. الحياه سهلت بزاف. ما بقاش التلميذ خصو يفيق مع الصباح يمشي يقرا ويرجع يكسب، ما بقاش الموظف خصو يمشي للبيرو ويقاد الملفات ويرتب شحال من حاجه، ولا غير بي دي اف واحد في البيسي كافيه يجمع فيه كلشي. يعني بنادم ما بقاش كيبذل مجهود باش يحس بالوقت وهو كيدوز. زائد في 2019 وفي الحجر الصحي بنادم تبلب واحد الحاجه واللي هي سكرول، وهي تهز تليفونك وتبدا تفرج في الريلات ديال تيك توك وانستغرام، وهادشي كافي باش ياخذ لك واحد 40% من الوقت ديال نهارك. غير تشد تليفونك غتبدا تقول شويه نخرج نزيد غير هاد الريل صافي، غير شويه مازال، ولكن كتبقى واحد في ديك الدوامه ديال الريلزات تما. وهذا الشيء ولا بليا لكاع الصفات العمريه، ونتحداك تخرج للزنقه وما تلقاش في المحيط اللي داير بيك شي 5 د الناس هازين تيلي وخاشين وجاهين فيه. وهكا غنكونوا عرفنا علاش الوقت ولا كيدوز دغيا، حيت معظم وقتنا ولات مديه لينا الانترنت. ما بقيناش كنخرجوا نبدلوا مجهود. كنتي مثلا كتمشي تلعب شي ماتش مع الجوج ما كترجع حتى ل6 وكتحس بداك الوقت حيت عييتي فيه. دابا تقدر تدخل غير لعبه فيفا وتسد عليك في بيتك، ما غتحس بالوقت حتى تلقاها مخليو لك عشاك في الثلاجه. ونزيدكم اهم حاجه علاش الوقت ولا كيمشي بالزربه، هي انه هاد اللعيبه ديال الوقت كيمشي بالزربه من علامات الساعه. كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان، فتكون السنه كالشهر والشهر كالجمعه، وتكون الجمعه كاليوم، ويكون اليوم كالساعه، وتكون الساعه كالظلمه بالنهار. وراه فعلا الاصدقاء هادشي ولا كيخلع، حيت الوقت ولا غادي يطير. اكيد حسيتوا بهذا الشيء. كاين اللي كنا كنعرفوا في 2019 غير صغير كبر ولا قدنا، وكاين اللي كان مازال غير كيقرا حتى ولا مزوج وتوظف ولا عنده ولد. داكشي علاش حاولوا تستغلوا وقتكم ما امكن. صليوا وعبدوا الله وديروا الرياضه باش تحسوا بالوقت ديالكم وبالنهار وهو كيدوز عليكم. ودابا ملي عرفنا وذكرنا تقريبا كاع الاسباب علاش الوقت ولا كيدوز بالزربه، غادي ندوزو نعرفوا علاش بنادم كتجي 2019 والسنوات اللي قبل كانوا سعداء وكانوا فرحانين، ودابا ولاو مكتئبين وحزينين. اولا والسبب الرئيسي في هذا الحزن هو نيت السبب اللي مخلي الوقت يدوز بالزربه: الانترنت. غتقول لي شنو جاب الانترنت للحزن والاكتئاب؟ غادي نقول لك بلي كما قلت قبيله بنادم ولا مدمن على التليفون ويبقى يتفرج ويسكرولي فيه. والاحداث اللي كانوا طارين في 2019 كانوا مثلا بحال التساقطات المطريه كثيره واعوام فلاحيه زوينه، وبالتالي كانوا بزاف ديال المنتجات رخيصه، وكانت لعبه فري فاير اللي كانت في اعلى اوجه العطاء ديالها والمتعه ديالها، وكنا كنلعبوها مع اصحابنا وندوزو بها وقت زوين. ولكن في السنوات الاخيره استقلات وكل شيء غلا. الالعاب المفضله ديالنا اللي كنا كنفرحوا فاش كنلعبوهم في ستوش بدلوا،
حروب في اي بلاد، امراض كثيره، بزاف ديال الناس عزاز علينا ماتوا، وبلا ما نهضروا على الاحداث ديال مهم. وهادشي كامل كتبقى تفكرنا فيه الانترنت يوميا، وكيبقى يعطينا واحد الجرعه ديال الحزن كافيه باش دوز نهارك خايب وانت معصب بسبب داكشي اللي كتشوف كل نهار في الريلزات ديال انستغرام وتيك توك الى اخره. وهكا غادي نكونوا عرفنا شنو طرا مورا 2019 وعلاش الحياة وقع فيها التغيير. فإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش لايك كومنت وتخلي لي الرأي ديالك في البلان، وما تنسوش دوزوا الانستا كيف ما قلت لكم، وتهلاو ليا في راسكم الاصدقاء.